اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي شايفين معايا، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم المنظر الجميل الرائع ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. منظر رائع جميل جدا جدا. طبعا احنا كده فترة الساعة 5 العصر، بعد اذان العصر. طبعا احنا ما بنحطش اكل، يعني لو كان ايدهم اكل يخلصوه من فتره الصبح لفتره العصر، تبقى حاجه بسيطه كده بيخلصوها. وما يعني بنحطش اكل فتره الظهريه عشان خاطر الحر، يعني عشان خاطر الاحتباس الحراري، والدنيا تعدي علينا على خير ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، هي الفرشه شكلها اسمر، شكلها متسخه، بس هي ناشفه. طبعا احنا بننهي الدوره، يعني هنستنى يومين ان شاء الله وهننهي الدوره معاكم. وزي ما حضراتكم شايفين الاوزان معانا، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اللهم بارك. زي ما حضراتكم شايفين كده الفراخ بتتكلم عن نفسها. يا جماعه تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. الاوزان الجميله دي، والفراخ الوش الاحمر والعينين براقه ونشاط وحيويه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الاوزان ايه النهارده؟ معايا الاوزان من 2.5، يعني الوزن معايا بادئ من 2 وربع لما 2.5. اوزان جميله جدا جدا جدا، بدأ من 2 لما 2.5. وزي ما حضراتكم شايفين في الفراخ نشيطه جدا جدا جدا. طيب ايه السبب؟ هنقوله مع حضراتكم حالا. طبعا السبب اسباب كتير جدا، يعني طول الدوره لازم تحافظي على فرشه، تهويه، تدفئه. يعني هتقولي انا هويت، يعني في سؤال جالي، طيب انا فتحت تهويه درجه الحراره قلت من جوه، اعمل ايه؟ طيب انت بقى خليكي ناصحه وخليكي شاطره، دفي من جوه وهوي بحيث درجه الحراره ما تنزلش. ازاي؟ والله شغلي شعله، شغلي لمبتين، المهم درجه الحراره جوه ما تنزلش على الكتكوت بتاعك. انا بتكلم طبعا على كتاكيت في العمر الاول. درجه الحراره ما تنزلش وتهوي في نفس الوقت. انا فاتحه هنا شباك بحري وقبلي الاثنين قصاد بعض، بحري وقبلي، بس فاتحه نص الشباك بس من فوق. لازم الفتحه تيجي من بعيد، من علو الشباك، من اعلى، بحيث انها بتيجي من فوق بتنزل على ظهر الفرخ، فبتقلب في الهواء السخن اللي في الاوضه، بتخلي الهواء سخن مش ساقع. عشان كده ما بيجيلهمش نزلات البرد. نزلات البرد كتيره جدا 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 اليومين دول. ليه؟ بسبب الفتحه، ان الجو حر، تفتحي في شباك بيبقى هما دافيانين فبياخدوا برد، نزله برد. لازم تخليكي ذكيه وتفتحي فتحه الشباك تبقى من فوق، الهواء يجي من فوق، يجي بحري وقبلي من فوق. انا قاعده في مستواهم، انا هنا اهو في مستوى الفراخ، انا قاعده في مستوى الفراخ، قاعده يعني شوفي انا الفرخ هنا وانا قاعده قدامه على طول، مفيش فيه اي بعد. انا قاعده مرتاحه، نفسي مرتاح، باخد نفس كويس، في اكسجين في المكان، الجو حلو. يبقى انا كده عندي التدفئه والتهويه كويسه جدا. ليه؟ لان انا مرتاحه، نفسي مرتاح وانا قاعده وياهم عادي، مفيش اي مشكله. مش شامه ريحه امونيا زياده، ريحه فراخ عاديه، لكن مش خانقاني، مش لدرجه ان انا مش قادره اخد النفس. ما انت لو مش قادره تاخد نفسك في الاوضه بتاعه الفراخ، معنى كده ان الفراخ هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم عينيهم هتوجعهم، هيجي لهم برد، بيجي لهم برد. انا مقفله عليهم وكويسين، وفي هيخشوا لهم هوا منين؟ هم هيخشوا لهم هوا؟ مش هيخشوا لهم هوا، هم هيتعبوا ويجي لهم برد من الخنقه، من كتمه الاوضه. فلازم تهوي المكان وتقعدي معاهم، يعني مش ترمي علف وميه وتطلعي تجري، لا، لازم تقعدي معاهم وبتحسي بدرجه الحراره بتاعتهم. يعني في ايام في بالليل تحسي انك الجو حلو، قادره تقعدي معاهم. بالنهار قادره انك تتنفسي معاهم، قادره انك تروحي وتيجي وياهم. زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا وشهم احمر ازاي، شوفوا وشهم احمر والعصف احمر، جمال جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. لا ادويه ولا اي حاجه، وصفات طبيعيه ما فيش غير كده. انا ما نزلتش الدوره دي غير مضاد سموم وفيتامين لفتره معينه، وما عدتش نزلت. الفرخ ما دام جايب معاكي وزنه كويس وعلى الخطوات الطبيعيه كويس جدا جدا. اهم خلطه انا عملتها وجابت معايا وزن كويس جدا وبتخلي تفتح معاك عظم الفرخ وتبقى كويسه جدا، هي ايه؟ هي الحلبه المغليه والعسل الاسمر والخميره الفوريه. الحلبه المغليه، العسل الاسمر، الخميره الفوريه. ما عندكيش اسهالات، الفرخ صحته كويسه، اديه 10 سم حلبه مغليه على معلقه صغيره عسل اسمر على معلقه خميره صغيره لكل رتل ميه. لكل رتل ميه من السقوه بتاعتك تنزلي لهم 10 سم حلبه مغليه على معلقه خميره صغيره على معلقه عسل صغيره، بتدوبوهم كويس وتحطوهم لمده 8 ساعات قدامهم. بسم الله ما شاء الله، بتعلي الوزن، بتبقى جميله جدا جدا جدا.
زي ما حضراتكم شايفين انا معايا فرخه اهي، والميزان بيديني 2 كيلو و400. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فرخه وفي ميزان بيديني 2 كيلو و400. النهارده عمر ال 32 يوم، ال 32 يوم. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي اللهم بارك. يلا يا جماعه اعملوا لايك للفيديو وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.